لكن دايما عشان الانسان ما بيحبش يعترف بالغلط، فيقول لك مصطلحات تخلي كلمة سرقة كلمة لطيفة شوية، او فعل السرقة يبقى شكله منسق شوية. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم في موضوع بيخص الناس اللي بتشتغل في حاجات متطابقة، وعشان اوضح اكتر يعني الناس اللي بتشتغل خصوصا في اعمال ممكن الناس يلاقوا ان الاعمال دي كانت وردت على عمل فني قبل كده، وبما اننا جبنا سيرة ان هي اعمال فنية فهي اكتر بتتطابق على الاعمال الفنية والاعمال الادبية. الملاحظ هنا ان دايما بيبقى فيه اعمال كتيرة متشابهة او اعمال بتبقى متأثرة بعمل تاني. هنا بقى نقطة الخلاف، لما انا بقول بتبقى اعمال متأثرة بعمل تاني، في ناس بتقولك ان دي بتبقى اعمال مسروقة من عمل تاني. لكن دايما عشان الانسان ما بيحبش يعترف بالغلط، فيقولك مصطلحات تخلي كلمة سرقة كلمة لطيفة شوية، او فعل السرقة يبقى شكله منسق شوية. فيقولك ايه مثلا؟ يقولك ده مقتبس، يقولك ده متأثر. فيجي بقى الفريق التاني اللي هو بقى عايز يثبت او عايز يضايق الفريق اللي هو مقتبس او متأثر، يقولك دي نحتاية. فتلاقي بقى في فريقين، فريق بيجمل الفكرة عشان ما يخليهاش تتقال عليها ان هي سرقة، والتاني مش قادر يقول ان هي سرقة فعايز يقولها بطريقة تضايق اللي سارق، فيقول لك كلام برضو بيضايق. خلاصة الموضوع هنا ايه؟ خلاصة الموضوع ان لازم الواحد يبقى معترف بالعمل اللي هو بيقدمه. يعني عادي جدا ان احنا كلنا بنتأثر بناس تانيين، وده مش عيب، لكن الفكرة ان انت تقول ان لا ده عمل خاص او لا ملوش علاقة او الكلام ده، بيخليك حتى قدام الناس وكأنك بتتهرب من المسؤولية، لان في الاخر رأي الناس بيبقى واضح جدا ان انت متأثر او ان انت سارق. فخليها تيجي منك عادي جدا ان العمل ليه علاقة مثلا بحاجة معينة او متأثر بحاجة معينة او من وحي خيال حاجة معينة، ده بيبقى افضل وبيكسبك شجاعة ادبية اكتر. صحيح ان اغلب الناس ما بتقدرش الكلام ده، بس على الاقل ليك انت وللزمن تبقى انت قلت اللي ليك واللي عليك. ما تنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى اول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.